بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم شيوات ناديه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. اليوم حضرت لكم طاجين ديال اللحم بالخضر، كيجي رائع لذيذ بزاف كما كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. عندنا هنايا قطع ديال الجزر اللي قطعته دوائر، غادي نوضعوه في الطاجين. الجزر راه كيجي زوين، ولو تحرق لينا الطاجين ما كيعطيش ديك البنه د الحراق، كيجي مزيان. المهم نفرشوه هكا صافي. من بعد نوضع عليه البصل، كميه اللي بغيتو ديال البصل. انا كيعجبني فيه البصله بزاف، درت هاد البصله الخضاريه. دابا راه متوفره البصله الخضاريه، نحاولوا نستغلوها وراها صحيه. صافي نفرشوها هكا صافي، ونوضعوا طريفات ديال اللحم على هذا الشكل. صافي من بعد نوضعوا عليهم القزبر والمعدنوس المقطع. واحد جوج دريسات ديال الثومه حتى هما. صافي نوضع العطريه ديالنا. عندي هنايا نص معلقه ديال السكنجبير ومعلقه ديال الكركم، نص معلقه ديال الابزار وراس معلقه ديال القرفه وراس معلقه ديال القزبر حبوب. صافي نوضعوا العطريه ديالنا هكا على هذا الشكل. والملح كتبقى حسب الذوق. صافي وغادي نمرقوه بشويه ديال الماء. غنمرقوا الطاجين هو بارد، الماء بارد، حيت الا سخن وضفنا ليه الماء بارد يقدر يطرطق لينا الطاجين. داكشي كنضيف الماء، غنضيف الماء الكافي اللي يطيب ليا هاد اللحم، حيت اللحم راه كيشد شويه الطياب. المهم غادي نضيف الماء بهذا الشكل هذا باش ما نعاودش نزيد. صافي وزيت الزيتون غنخليه حتى نضيف الخضار. صافي دابا غادي نوضعو فوق النار حتى يتشحر لينا مزيان، ونحس بداك اللحم بدا كيطيب ويدخلوا الطياب. ديك الساعه عاد نطلقوا باش نكملوا المقادير اللي باقيه. كما كتشوفوا الطاجين ديالنا هو فوق النار. دابا راني مجهده عليه البوطه، اين فوا يبدا يطبخ نسمعوا راه بدا كيطبخ. غادي نقص عليه حتى لحد ونخليه يطيب. دابا غادي نوضع هذا الورق، ورق الزبده كيساعدوا على الطياب بسرعه. غادي نوضعوه هكا صافي ونخليه يكمل الطياب حتى ديك الساعه ملي يقرب يطيب وغادي نتلاقى معكم. كما كتشوفوا دابا اللحمه ديالنا ملي كندخلوا الموس هكا كيدخل، يعني راه بدا كيدخلها الطياب، ماشي طابت مزيان ولكن المهم بدا كيدخلها الطياب. دابا غادي نستف الخضره ديالنا. عندي هاد الكميه ديال البطاطا الحلوه، غادي نستفها هكا الطويجين ديالنا. عندي كميه اخرى ديال البطاطا الروميه حتى هي غادي نضيفها من هنا.
وغادي نضيف واحد الكميه ديال الجلبانه اللي كانت عندي في المجمد. صافي وغادي نوضع دابا زيت الزيتون تقريبا ما كاملش نص كاس، 4 كاس، زايد شويه. وغادي نوضع الفلفلات ديالنا صافي وغادي نخليه يكمل الطياب. وضع ورق الزبده كما كتشوفوا. هذا ورق الزبده راه ما كيخليهش يتحرق، يعني كيسرع في المده ديال الطياب. هذا هو السر باش كيخلي الطاجين يطيب دغيا. صافي دابا غادي نخليه يكمل الطياب ونتلاقاو. كما كتشوفوا الطاجين ديالنا هو طاب، جا على هذا الشكل كما كتشوفوا. المريقه جات معلكه، جا لذيذ بزاف. تنتمنى الى الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالكومونتيرات، واللي اول مره غيشوف القناه يشترك ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. وشكرا لكم والدعم ديالكم، والى اللقاء مع شيوه اخرى من شيوات ناديه.